بتعاني من صداع مزمن، بيجيلك كتير نوبات صداع، بتاخد أدوية كتير ما بتحسش بألم، معاك الدكتور عمرو عبد اللطيف استشاري علاج الألم لعلاج الألم المزمن. الصداع المزمن في منه أنواع كتير، في الصداع المزمن الأولي وفي الثانوي. الثانوي ده بيبقى نتيجة أمراض معينة، لما بيجي لنا المريض بنحاول نكشف عليه ونشوف إيه الأسباب المرض ده وبنعالجها، أو بنشوف ده صداع أولي. الصداع الأولي ده بينقسم لكذا قسم، منهم الصداع النصفي، الصداع العنقودي، الصداع التوتري، الصداع الإجهادي. كل نوع من الصداع ده له كرايتيريا معينة خاصة بيه بنشخصها عن طريق شكوى المريض وعن طريق الكشف الطبي على المريض، وكل نوع من الصداع له طريقة علاج معينة. احنا بنعالجها عن طريق حقن جذور الأعصاب المغذية والمسؤولة عن الصداع، عن طريق حقن العقد العصبية الموجودة في الدماغ، أو عن طريق حقن العضلات بمواد مرخية للعضلات بتريح المريض وبتقلل اعتماده على المسكنات وعلى المواد التانية اللي بتأثر عليه. شكرا، دمتم سالمين.